خبز الكايزر الصحي بدقيق قمح كامل، هش وطري جدا جدا جدا، والاحلى من ده كله ان طعمه تحفه وطريقته مفيش اسهل منها. شايفين الطراوه عامل ازاي؟ بجد زي القطن بالظبط. وطبعا الكالوريز فيه اقل كتير ومشبع جدا عن الكايزر العادي. كوبايه حليب هنحط عليها معلقه خل كبيره عشان نحولها زي اللبن الرايب كده. انا هنا مستخدمه الكوبايات بتاعه الشاي، انتوا ممكن تستخدموا اي كوبايه، المهم هنعاير بيها كل حاجه. مقادير العجينه كلها هكتبها لكم تحت في الكابشن. المهم هنحط كل المكونات على بعض، نعجنها كويس قوي، نحط معلقه زيت ونغطيها ببلاستيك راب وفوطه ونحطها في مكان دافي من ساعه لممكن ساعه ونص على حسب الجو عندكم عامل ايه. وبعد طبعا الوقت بتاع التخمير هنفضي كل الهواء اللي فيها، وزي ما انتم شايفين كده ناعمه وتحفه. كورت العجين بتاعي على قد الحجم اللي انا عايزاه، وابدا ان انا المه واشكله كده كوره على الرخامه او على اي سطح عندي. اعمل الحجم اللي انا عايزاه، رصيته في صينيه، غطيته بفوطه، سيبته يرتاح كمان نص ساعه. المرحله دي بقى شايفين اتنفخ وخمر زياده ازاي. هبدا اجيب معلقه صغيره نسكافيه واحط عليهم صفار بيضايه وادهن بيها العيش بتاعي من على الوش، وادخله فرن سخن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه لغايه ما بياخد معايا اللون التحفه ده. اول ما يخرج من الفرن مهم جدا نرشه ببخاخه فيها ميه ونغطيه بفوطه شويه لغايه ما يهدى ويرتاح. اعملوا شير للفيديو، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. باي.